بيبدأ الفيلم مع هيتشي منسل وبيكون نايم جنب مراته، وفجأة بيقوم من النوم عشان يطمن على اولاده. بيفتح الباب بيلاقي بنته نايمة، وبيفتح الباب التاني لقى ابنه برادي صاحي وبيسمع في نفس الوقت صوت في الدور التحتي. اول ما نزل بيلاقي 2 حرامية داخلين عليه البيت، وبيمسك مضرب الجولف وبيتصل بالشرطة. الحرامية شافوه فقالوا له اقفل السكة وطلع كل الفلوس اللي معاك، فشاور لهم على طبق فيه كام دولار وقال لهم كل الفلوس اللي معايا هي دي عشان بستخدم فيزا. هما بيسرقوا منه ساعة، بيلاحظ ان في وشم على ايده وابنه بينط على واحد منهم ويوقعها على الارض ويتملك فيه. الحرامي راح له هناك وبيقول له سيبه بدل ما اضرب عليك بالنار، ويجي منسل من وراه وكان عايز يضربه، ولكن على اخر لحظه بيقول لابنه سيبه. برادي بيستغرب من ردة فعل ابوه، وهنا بيكا بتنزل بتقول لهم خدوا اللي انت عايزينه وامشوا. وبعد شويه الشرطه بتيجي، وهنا الضابط بيقول له غريبه انك معاك مضرب جولف وما حاولتش تستخدمه تدافع بيه عن اسرتك، ولكن الضابط التاني بيقول بالعكس ده عمل الصح، وبيقول له قبل ما يمشي انه يقفل باب الجراج قبل ما ينام. ياخد بطانيه وبيروح ينام في الصاله، وبتيجي بنته بتنام جنبه وبيكون معاها قطه لعب. عمي بتقول له احنا محتاجين قطه في البيت، بيقول لها حاضر هجيب لك. تاني يوم جاره بيقول لمنسل انا سمعت ان في حراميه دخلوا عندك البيت امبارح، بيقول له يا ريت كانوا دخلوا عندي في البيت كنت دمرتهم. وبرادي بيركب مع امه عشان توصله المدرسه. منسل بيكون شغال موظف في شركه وشغال معاه اخو مراته اسمه تشارلي. بيقول له صحيح الكلام اللي سمعته ده؟ قال له انت سمعت ايه؟ بيقول له ابنك كان بيقول ان انت كنت ممكن تضرب الحراميه. منسل بيقول له انا حاولت اطلع باقل الخسائر، وطلع هنا تشارلي مسدس بيقول له خده، قال له لا مش عايز. قال له مش مهم ان انت عايزه او لا، المهم خده خليه معاك عشان تدافع بيه عن نفسك، وبيدوله ويمشي. منسل بيكون له اخ من ام تانية وفي منصب عسكري، بيتصل بيه بيطلع هو كمان عارف موضوع الحراميه. منسل حكى له كل اللي حصل وقال له انهم كانوا راجل وامراه وعمرهم في اخر العشرينات، وكانت شايله مسدس قديم واكتشفت انه مفهوش رصاص. اخوه قال له انا كده عرفت ليه انت ما رضيتش تاذيهم. لما بيخلص شغل بيروح لابوه اسمه ديفيد وبيكون فاتح التلفزيون. ديفيد كان ضابط فيدرالي لكن تقاعد عن العمل عشان كبر. حضر لابوه الاكل وقعد معاه شويه، ولما روح بنته بتقول له انا مش لاقي السلسله بتاعتي اللي على شكل قط، كانت حطاها في الطبق اللي فيه الفلوس. وهنا بيتضايق منسل عشان عارف ان الحراميه خدوها. رجع لابوه لقاه نايم، فخد المسدس والرصاص وكمان الكارنيه. ابوه صحي من النوم بيقول له انت رجعت بسرعه يعني، فقال له معلش هو في مشكله ولازم احلها. قال له ربنا يوفقك. ومنسل بيروح محلات الوشم وبيعمل انه ظابط وبيدور على المحل اللي عمل الوشم بتاع الحرام، لحد ما دخل المحل وجنبيه راجل عجوز، والراجل ده عرف ان الكارنيه اللي معاه منتهي من 20 سنه. صاحب المحل طلع قبضه حديد وبيقول له انت مين؟ منسل طلع فلوس بيقول له من الاخر كده انا جاي ادور على حاجه معينه. الراجل العجوز اتفاجئ لما شاف الوشم على ايد منسل وقال له شكرا على خدمتك في الجيش، وهو ماشي بيقفل الباب باكتر من قفل. صاحب المحل خاف وقال له على اسم وعنوان صاحب الوشم. هما لويس ولوبيتا وقاعدين في بيت قديم، وبيجي منسل بيضربه بظهر المسدس وبياخد الساعه اللي سرقها منه. وبعدين ساله على السلسله قال له انا معرفش عنها حاجه، وبيوقعها على الارض وقال له انت هتقول مكانها فين ولا اضربك بالرصاص. وبعدين فضل يقول له انا معرفش مكانها فين ولا اعرف عنها اي حاجه. منسل سمع صوت طفل بيعيط ومشي ناحيه الصوت، لقى ابنهم معلق اكسجين وبيعيط. بيترجوه ان هو ما يعملهمش حاجه وبيسيبهم ويمشي، وبيفضل يضرب ايده في السور عشان ما عرفش يرجع السلسله. بيركب اتوبيس وهو مروح وبيكون متضايق جدا، وبعد شويه بيظهر عربيه بتروح شمال ويمين وفي الاخر بتلبس في حجر اسمنت، وبينزل منها شويه عيال سكرانين وبيركبوا الاتوبيس وبيقولوا لمنسل انزل منها، وبيكون في بنت قاعده وبيتلموا عليها وبيضايقوها. ولكن منسل ما كانش عاجبه اللي شافه، وبينزل السواقه تحت وبيقفل الباب وبياخد منها الموبايل عشان ما تتصلش بالشرطه. مسك المسدس ونزل الرصاص كله على الارض وقال لهم انا هدمرك. فضلوا يضحكوا عليه وبيقولوا له هات اللي عندك، ودخل عليهم ويقول بسم الله، ومسك اول واحد ضربه في وشه وازازه البيره، ومسك التاني واحد اداله جنيه فوقه زياده وقام كمل عليهم. ولكن منسل كان في موقف الدفاع عن النفس والمفروض يعمل كده، ويجي واحد من وراه يضربه في ظهره فبيجي يديله جنيه من نايمه وبيدي التالت وكمان الرابع. روبن بيلاقي واحد خد المسدس وبيحط فيه الرصاص، ومنسل خد حديده وضربه على ايده وضربه على زوره لحد ما خلاه مش عارف يتنفس. فضل يبص على منسل وصعب عليه ورمى الحديده اللي في ايده ونزل يجيب علبه عصير من اللي في الارض، وعمل له فتحه صغيره في رقبته وحط له فيها شفاطه عشان يعرف يتنفس منها. ولما بيروح البيت بيكون الوقت متاخر، وبتكون مراته صاحيه ومستنياه وتشوف دم على هدومه وجسمه مليان جروح، وبيقول لها اليوم النهارده كان طويل
ومليان مشاكل، فبتخليه يقلع التيشيرت وبتعالج له الجروح وبتطهرها. وقت النوم شالت المخدة اللي كانت دايما بتحطها بينهم، وده أليكسي زعيم المافيا الروسية. أليكسي وباقي زعماء المافيا بيكونوا مجمعين ملايين الدولارات عشان أي ظرف طارئ، وبيجيله اتصال إن أخوه في المستشفى. يروح له هناك وبيلاقيه مش بيتحرك وتعبان جدا، والدكتور قال له إن هو متصاب إصابات قوية جدا. يروح لأصحاب أخوه بيقول لهم مين اللي عمل كده؟ قالوا له في واحد هجم علينا من غير سبب. بيمسك كرسي بيكسروا عليه عشان مش مصدق ان واحد بس عمل فيهم كده. واحد منهم طلع الكارت وقال ده بتاعه، وهنا الموظفة قدرت تطلع عنوان ابو منسل. أليكسي قال لها المعلومات دي مش كفاية وبحث تاني لحد ما نطلع كل حاجة. منسل بيجيله تليفون من اخوه وبيقول له ان في عيل من اللي انت ضربتهم دول اخو واحد زعيم عصابة كبير وعنده فلوس كتير وعلاقات قوية. الموظفة قدرت تطلع معلومات كتير عن منسل وعرفت انه قاتل خطير. خاف وبتقول لأليكسي ان هي منسحبة وبتاخد شنطتها وبتمشي. أليكسي بيتصل برجالته وبيقول لهم انا عاوزه حي، واول ما بيوصلوا البيت بيشوفهم من الشباك. ياخد مراته وعياله وبيدخلهم اوضه تحت سلم وبيكون عامل لها رقم سري. قال لهم محدش يتصل بالشرطه وقفل عليهم الباب. يروح لبوكس الكهرباء بيقفل النور، وهنا افراد العصابه بيكسروا الباب ويدخلوا يدوروا عليه، وبيمسك واحد منهم وبيضربوا السكينه وبيموته. وهنا اتنين كمان معاهم سلاح وبيخلص عليهم، بيكسر عصايه وبيدخلها في صدر واحد منهم، وهنا بيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما يجي واحد بالصاع الكهربائي ويضربه في رقبته. خدوه في شنطه العربيه ومشيوا. وهنا منسل بيحاول يفك ايده من الكلبش، وعشان يفك ايده كسر صباعه ومسك طفايه الحريق وضربها في وشه. بيخبطوا في عمود النور والعربيه بتتقلب، وبيكون في واحد من العصابه لسه عايش. يقول لمنسل انت مين؟ قال له انا كنت شغال مدير حسابات عند وكالات حكوميه، وكل المنظمات كانت بتخاف لما اجي ازورهم، وعشان مش من صلاحياتي ان اعتقل حد. وقبل ما يخلص كلامه بيلاقي ان الواد مات. بعدين اتصل بابوه قال له ان المشكله كبرت، فابوه قال له خلي بالك من نفسك. روح البيت لقى جثث كتير ماليه المكان، وبعدين خد دش وراح فتح لمراته وعياله. بيغمي عين سامي عشان ما تشوفش منظر الدم والجثث. ركب مراته العربيه وقال لها روحي مكان امن، وجمع الجثث كلها في الصاله وبيكون في كام واحد عايشين. وبدا يكمل لهم قصته وقال لهم ان في زمان كان واحد اسمه إيلين اختلس 3 مليون دولار من قاعده عسكريه، وإيلين كان بيترجاه ان ما يقتلهوش، وقال لهم انا عاده بقتلهم قبل ما بيبداوا يعيطوا، ولكن المره دي حبيت اسمعه وخليته يروح لان حسيت ان هو ندمان على غلطته. رجعت له تاني بعد كام سنه لاني قلت ممكن يرجع يسرق تاني، لكن عرفت انه اتجوز وشغال في وظيفه عاديه ومعاه طفلين وعايش حياه سعيده. قلت اعمل زيه، سبت وظيفتي وابدا حياه جديده. هو بيتكلم لقاهم كلهم ماتوا، واتفاجئ بالسلسله بتاعت بنته مرميه تحت الكنبه. ياخدها وبيولع في البيت وبيمشي. وهنا افراد العصابه بتروح لابو منسل بتلاقيه نايم ومشغل التلفزيون. لما رفعوا عليه السلاح كان صاحي وعامل نفسه نايم. طلع فجاه بندقيه خرطوش بيموتهم وبيكمل التلفزيون عادي. منسل كان عاين سبايك ذهب من ايام شغل القديم، ورجعهم للمصنع اللي كان شغال فيه واشتراهم تاني. بدا يجهز المكان ويصنع متفجرات وقنابل يدويه، وجاب اسلحه كتير. راح للمكان اللي فيه فلوس المافيا والمسؤول عنه أليكسي، وقتل كل اللي هناك وحرق كل الفلوس. وراح الملهى الليلي بتاع أليكسي وطلب اكل وفضل قاعد. أليكسي بيقول له غريبه انك جيت لحد هنا ومش خايف. يشيل منديل وبيكون تحتيه قنبله متوجهه ناحيه أليكسي وبتوصلها في صباعه. قال له خليهم يمشوا عشان نتكلم شويه انا وانت. يطلع رزمه دولارات وبتكون محروقه وبيقول له انا حرقت كل الفلوس. بيعصب عليه أليكسي. منسل قال له انت جيت لبيتي وانت اللي بدأ. قال له انت قتلت اخويا. قال له حسب المعلومات اللي سمعتها عنه اللي عرفتها منه ان هو يستحق القتل. بيقول له انت ممكن تطاردني وتقتلني، ولكن لو قتلتني مش هتعرف ترجع فلوسك ولا فلوس اصحابه. ومنسل نصحه انه يهرب ويبدا حياه جديده. ولما خد عربيته ومشي أليكسي بيروح وراه هو ورجال منسل، وهو بيستدرجهم في المصنع، وقبل ما يدخل بياخد طلقه في كتفه. وفجاه ابوه بيطلع بيساعده وبيضرب عليهم نار من الشباك. وكمان اخوه كان موجود وقال له انا ما قدرتش اسيبك لوحدك تواجه الروس.
وبعد ما بيموتوا كل العصابة ما يكونش فيها الا أليكسي وبيضرب هاري في كتفه. وهنا كل الذخيرة اللي معاهم خلصت، وبيفكر وبياخد درع وبيحط عليه قنبلة وبيجري ناحية أليكسي، وأليكسي بيكون خايف وبيضرب عليه رصاص وهو خلاص على آخره وبيفجر فيه القنبلة وبيطير. أليكسي بيتدمر ومنسل بيتصاب إصابة خفيفة، وهنا بيخلصوا على كل العصابة. وقبل ما الشرطة تيجي بيقول لهم امشوا وهو هيتصرف. اما الشرطة مسكته بيقولوا له انت مين؟ قال له انا مجرد نكره. بعد شويه بيجي لهم اتصال من رؤسائهم ويخلوهم يفرجوا عنه. بعد 3 شهور منسل بيروح مع مراته يتفرجوا على البيت الجديد، وفجاه جاله اتصال من رقم غريب وتعابير وشه اتغيرت. ومراته فهمت الموضوع وقالت لها هو في اوضه تحت السلم. وهنا نعرف ان لسه في افراد للعصابه، وربنا يستر. سلام.